السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمهور العزيز، حابين ننقل لكم أخبار النادي الأهلي الأخيرة بعد غلق القيد. الأهلي طبعا بيجهز أو جهز لموسم قوي، دخل ميركاتو الصيفي بقوة وتعاقد مع 7 لاعبين خطفوا الأنظار، ونتمنى التوفيق لهم يا رب ويكونوا عند حسن الظن. الأهلي طبعا حاول بكل قوة يعوض كل النواقص اللي عنده، وتحركت لجنة الكورة بطريقة قوية جدا، وفي النهاية بعد إصابة الكابتن يوسف العمري واشترط الكابتن أو اللاعب توفيق محمد قادم من بتروجيت. الأهلي تعاقد مع اللاعب لمدة 5 مواسم. الأهلي طبعا حاول إن هو يجيب لعيب في أقصى سرعة عشان يعوض غياب الكابتن يوسف العمري، وفي نفس الوقت الأهلي ما غفلش عن الناحية الهجومية واشترى لاعب غزل المحلة الكابتن محمود صلاح، الجناح الشمال للاعب غزل المحلة، لعيب شاب عنده قوة وسرعة، بيلعب على الجانب الهجومي، والأهلي تعاقد معاه 5 مواسم. ومن إنبي ما ننساش إن الأهلي كان تعاقد مع علي محمود برضه بعقد 5 مواسم، والأهلي حافظ على سقف التعاقدات. الأهلي طبعا بحاول يلاقي في كل مركز أكتر من لاعب عشان خاطر يختم الفريق. ومعانا كمان أقطاي عبد الله، هو وعلي محمود الاتنين اجوا من نادي إنبي. دي كان صفقات قوية، الاتنين وقعوا مع بعض، ودي حاجة إضافة للنادي الأهلي. لعيبة شباب، لعيبة عندهم قدر من المهارة والموهبة، نتمنى لهم طبعا التوفيق مع النادي الأهلي. وعلى المستوى الهجومي اللي الأهلي كان عنده نقص فيه من الموسم الماضي، الخط الهجومي بعد عدم توفيق كامويتش وللأسف مروان عثمان، الأهلي تعاقد مع بن جديدة اللاعب المغربي، ونتمنى له يا رب التوفيق. على فكرة لاعب قوي جدا، وإن شاء الله هيفيد النادي الأهلي في الموسم الحالي. وطبعا على المقابل الأهلي ما اكتفاش بلاعب أجنبي واحد في خط الهجوم، لأن نبع النادي الأهلي استغنى عن كامويتش ومروان عثمان ومحمد شريف، فتعاقد كمان مع منصف فخار من الجزائر، لعيب متميز، خيار هجومي متميز للنادي الأهلي. وعلى الجانب خط الوسط، الأهلي ما غفلش عن تدعيم خط الوسط بعد رحيل الكابتن محمد علي بن رمضان واللاعب أليو ديانج. اللعيبة الأجانب، محمد علي بن رمضان طبعا انتقل للشمال القطري، وأليو ديانج بعد نهاية عقده مع النادي الأهلي وسافروا لفالنسيا الأسباني. فالأهلي حاول يعوض غيابهم هما الاثنين، ورجع لاعب متميز صاحب خبرات، وهو الكابتن أكرم توفيق. أكرم توفيق ما هواش لعيب يعني ما نعرفوش. أكرم توفيق كان لاعب متميز، وساهم مع النادي الأهلي في الفوز ببطولات قوية، ولعيب مهم يعني بتقدر تعتمد عليه في نص الملعب، وفي حالة غياب أي لاعب في في الوينج اليمين، أو تعويضا لغياب محمد هاني دفاعيا على الجانب الأيمن. وبكده الأهلي تعاقد مع توفيق محمد، وبكده الأهلي داخل الموسم الجديد بتوليفة قوية تجمع ما بين الخبرة والشباب والسرعة والقوة. عندك في الوينج الشمال توفيق محمد، محمود صلاح، علي محمود، أقطاي عبد الله، سفيان بن جديدة، منصف فقران، وأكرم توفيق. لكن الحاجة المهمة جدا جدا، وهو السؤال اللي احنا الكل عايز اسمع منكم اجابته، مين هو اللاعب اللي انتوا تعتقدوا ان هو السنة دي يعمل طفرة مع النادي الأهلي ويساهم في تميز النادي الأهلي ويفيد النادي الأهلي في الدوري هذا الموسم؟ اكتب اسم، توقع مين هو النجم اللي يساهم بقوة مع النادي الأهلي في الموسم الحالي، أو من هو صاحب التأثير الأقوى في كل النجوم اللي الأهلي اشتراها السنة دي. مين هيكون فيهم هو صاحب أو نقدر نقول نجم الشباك السنة دي؟ وما تنسوش اكتب توقعك في التعليقات، وما تنساش اللايك والاشتراك، ونتمنى التوفيق للنادي الأهلي. أهلاوي 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 طول عمري.